ايه ده؟ اخواتي انتوا هنا؟ طب بما انكم هنا يلا بينا نعمل واحد فلوج ونترسوا لكم شطه. طيب النهارده هنتكلم عن مكان جديد وحلقه جديده من برنامج الاماكن، وهو مكان حكم مصر لمده 700 سنه. المكان ده موجود فيه واحد من اجمل مساجد مصر، وواحد من اشد سجون مصر في التعذيب في فتره الستينات. تمام. المكان ده موجود فيه متحفين، واحد للشرطه وواحد للجيش. المكان ده هو قلعه صلاح الدين زي ما موجود ورايا دلوقتي. تمام. وده مسجد محمد علي. تمام. احنا نخش جوه القلعه دلوقتي ونشوف ايه اللي موجود جوه. خليكم معايا يلا بينا. وهنا علشان تخش القلعه وكده لازم تدفع تذكره الدخول. تذكره الدخول هنا للطالب ب 30 جنيه. تمام. للطالب ايا كان الكليه وكده، مش لازم كليه تاريخ واثار وكده يعني. وللمصري العادي 60، وللاجنبي ب 550 جنيه. تمام. هنا حاجه رمزيه يعني برضو ايه، مش مستاهله فاهم الطلبه وكده. تمام. نخش بقى جوه دلوقتي ونكمل بقيه المشاهد. واحنا دلوقتي قدام اول حاجه هتقابلها في القلعه، وهو مسجد محمد علي. مسجد محمد علي اللي بناه عشان يكون تذكار ليه هنا في مصر. تمام. وبناه مش للعباده، هو بناه عشان يكون تذكار ليه ويحيي اسمه بعدين. تمام. وهي القلعه عامه اتشهرت بسبب المسجد ده، بسبب القباب دي. القباب دي انا مش عارف دلوقتي هي فضه ولا حديد مطلي وكده، اللي يعرف يكتب في الكومنتات لو تعرف حاجه عن القباب دي يعني. تمام. دلوقتي هنخش وهناخد جوله جوه المسجد ونشوف هو موجود ايه جوه. خليكم معايا يلا بينا. واحنا دلوقتي داخل مسجد محمد علي. تمام. احنا دلوقتي داخل ساحه مسجد محمد علي. هي من اجمل حاجه هتلاقيها في المسجد هنا، هي السور كله ملفوف بالقباب وكده، قباب صغيره وكده. هي من اجمل الحاجات برضو. وبرضو من الحاجات الجميله اللي هتلاقيها هي البرج ده. البرج ده بتاع الملك فيليب ملك فرنسا وكده، جابه لمحمد علي. تمام. كهديه وكده. وبرضو هتلاقي هنا في المسجد هتلاقي القبه دي، قبه الوضوء دي. زمان كان المصريين بيعملوها في ساحه المسجد وكده للوضوء. الميه كانت بتنزل من هنا. هي القبه كلها معموله من الرخام، حاجه تصميم فاجر جدا بصراحه، مكتوب عليها آية الوضوء. دي من اجمل الحاجات اللي في ساحه مسجد محمد علي. هنخش جوه ونشوف بقيه الحاجات اللي موجوده داخل مسجد محمد علي، مكان الصلاه وكده. هنشوف ايه اللي موجود جوه. خليكم معايا يلا بينا. دلوقتي داخل مسجد محمد علي باشا. تمام. هي حاجه جميله جدا برضو داخل المسجد. هتلاقي هنا الاضواء في كل حته زي موجود دايره كده، وهتلاقي برضو سقف المسجد هنا. سقف المسجد هنا يا اسطى حاجه جامده جدا. تمام. والنجف برضو. ومن الحاجات الجميله هنا برضو والموجوده منها 2 داخل المسجد هي منبر محمد علي باشا. المنبر هنا كان موجود ده مخصص لمحمد علي باشا. تمام. حاجه رايقه جدا. وبرده كان موجود منبر ثاني للملك فاروق. تمام. هما هنا موجود منبرين للملوك اللي كانوا ماسكين مصر ساعتها. وكان برده موجود هنا مكان المبلغ وراء الامام. تمام. منبر المبلغ وراء الامام. هنا دي كانت جولتنا داخل مسجد محمد علي باشا. هنخش دلوقتي ونشوف بقيه القلعه. خليكم معايا يلا بينا. حاجه متميزه بها القلعه هنا هي موقعها. الموقع يعني هي فوق هضبه. تمام. يعني بتطل على كل حاجه، بتطل على مصر القديمه، هتلاقيها بتطل على اهرامات الجيزه. هي مش باينه قوي بس تمام. وبرده بتطل على مسجد الازهر ومسجد السلطان حسن، وبرده بتطل على برج القاهره، وبتطل على النيل. يعني هي موقع يعني بيبص على مصر القديمه كله. تمام. هي مكان جميل جدا. لو هنا قدام مسجد محمد علي باشا هتلاقوا مسجد السلطان ناصر محمد ابن قلاوون. هو المسجد بيبعد عن الثاني بالظبط مسافه 3 متر. تمام. هي الفكره برضو ان المساجد زي ما قلت مش بتتبنى علشان للعباده بس، هي كتذكار يعيش او يحكوا قصتهم بقيه عمرهم. تمام. هي يعتبر من المساجد برضو الجميله هنا في القلعه، بس هو مش في حاجات كتيره تتحكى عنه. تمام. دلوقتي احنا هنروح لمكان المتاحف. خليكم معايا يلا بينا. دلوقتي اول ما تخش متحف الشرطه هنا في القلعه. تمام. هتلاقي اول حاجه على ايديك اليمين هتلاقي سجن القلعه. تمام. سجن القلعه ده هنخش نحكي عنه حاجات جوه، بس قبل ما نخش نحكي هنتكلم عن شويه حاجات هنا. تمام. موجوده تصورات وتطورات للعربات، مثلا زي هنا مثلا حاطين لك تطور عربات الاطفاء التاريخيه. تمام. اول عربه اطفاء يدويه في العالم. تمام. هم حاطين هنا كل حاجه زي التطور التاريخي والمواكب بتاعها. تمام. وبرده معرض تطور زي الشرطه عبر العصور المصريه. تمام. حاطين لك من ايام مكان فرعوني. تمام. طول الدوله الامويه، الدوله الطولونيه، والدوله الاخشيديه، الدوله الفاطميه برضو،
وهنا برضو الدولة الأيوبية والمملوكي والسلطان في أيام السلطان حسين كامل لحد العصر المعاصر دلوقتي. معاصر دلوقتي الزي الصيفي دلوقتي والزي الشتوي. تمام. دلوقتي هنخش بقى على سجن القلعة. تمام. ونحكي عنه حاجات كتيرة حصلت جوه. أول حاجة هتقابلها في متحف الشرطة هو سجن القلعة. السجن ده اتبنى في عصر السلطان إسماعيل بعد ما قرر ينزل يعيش في مصر تحت ويسيب القلعة. والسجن متكون من 42 غرفة، كل غرفة متسمية باسم على حسب نوع التعذيب اللي جواها، زي غرفة الجلد وغرفة الفرن. فالسجن اتشهر في فترة الستينات بسبب الحكايات والحاجات اللي بتحصل جواها. ومن أشهر الناس اللي اتسجنت في السجن ده زي الرئيس الراحل أنور السادات والشيخ كشك والشيخ إمام والإمام ابن تيمية. فسجن القلعة من أشهر وأعجب الأماكن اللي هتشوفها في متحف الشرطة أو في قلعة صلاح الدين عموما. واحنا دلوقتي بعد ما خلصنا اول جزء في متحف الشرطه اللي هو كان سجن القلعه، هتلاقي هنا حاجه جميله جدا على ايديك الشمال وهو قصر الملك الابلق ابو النصر القلاوون. قصر الابلق ده بناه تحت الارض علشان يكون جزء لحكمه، وكان خايف من الاعداء فبناه تحت الارض. تمام. على طرف القلعه. تمام. برضه هتلاقي هنا المدفع ده. المدفع ده ملك خوش ادم اللي احنا بنقول عليه خوش ادم، جابه من بريطانيا. تمام. علشان يحارب بيه وكده. فاول يوم في رمضان كان عازم الامراء والزعماء البلاد يعني وكده عنده هنا، فجابوا فاول قبل الاذان على طول كان بيجرب المدفع ده، فطلقه طلعت مع اذان المغرب واللي احنا بنسمعها عامه دلوقتي قبل الاذان. تمام. فدي نصب تذكاري لسه موجود لحد دلوقتي. فدلوقتي هنخش على المتحف الشرطه ونشوف ايه اللي موجود جوه. خليكم معايا، يلا بينا. واحنا دلوقتي داخل متحف الشرطة، المتحف اللي هتلاقوا فيه جميع المعدات والادوات اللي استخدمتها الشرطة على مر العصور من وقت السيف لحد البندقية. وبرضه هتلاقوا داخل متحف الشرطة غرفة لأشهر الاغتيالات السياسية اللي حصلت زمان، زي السلاح اللي حاولوا يغتالوا بيه الرئيس جمال عبد الناصر، والسلاح اللي اغتالوا بيه النقراشي باشا وابراهيم باشا الخزندار. وبرضه هتلاقوا غرفة هناك لأشهر المجرمين في فترة الثلاثينات والأربعينات زي منصور الحفني خط الصعيد. هتلاقوا صور ومتعلقات هناك. وبرضه هتلاقوا صور ومتعلقات لأشهر المجرمتين في فترة الثلاثينات هم ريا وسكينة. فمتحف الشرطة من أشهر الأماكن الموجودة في قلعة صلاح الدين. احنا دلوقتي داخل المتحف الحربي الجزء الخاص بالادوات الحرب وكده. هنخش جوه واوريكم الطيارات وتصميمات الطيارات والمدافع كل حاجه. خليكم معايا. احنا دلوقتي في المتحف الحربي. هتلاقوا في المتحف الحربي جميع الادوات والمعدات اللي استخدمها الجيش المصري في الحروب زمان، من طيارات ودبابات وصواريخ ومدافع حربيه وحاجات تانية كتير. وبرضه هتلاقوا في المتحف تماثيل مصنوعه بالبرونز الخالص لاشهر الرؤساء اللي قادوا مصر في حروب دوليه زي انور السادات وجمال عبد الناصر. واحنا دلوقتي بعد ما خلصنا المتحف الحربي هتلاقوا جنبه على طول قصر محمد علي بالقاهرة، هو قصر الجوهرة. قصر الجوهرة ده ممكن تخشه ببلاش، والقصر متكون من 128 غرفة، كل غرفة موجود فيها آثار تاريخية. وهتلاقوا غرف هناك خاصة بمتعلقات محمد علي هو وعيلته، وهتلاقوا غرف هناك خاصة بمتعلقات الحرب، وغرف خاصة بالطيران وحاجات تانية كتير. فقصر محمد علي ده محتاج يوم كامل علشان تزوره.
بس كده، ودي كانت نهايه جولتنا النهارده في قلعه صلاح الدين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للاستمراريه. يلا سلام.